السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى، ما عادش الا ايام بسيطة خالص والعيد يجي، فلازم بقى نشد في الكام يوم دول. انا عملت الفيديو دوت يعني ممكن نص ساعة ومنزله لكم، يعني انا ما كملتش نص ساعة على الليلة ديت، وقلت لا انا لازم انزله على طول دلوقتي. النهارده بقى شم النسيم، يعني هتلاقي معظم الناس اللي فينا شغالين او مش شغالين قاعدين في البيوت. فيلا بقى ايه، نديها 5 حماسة كده ونظبط الدنيا. انا البلكونه دي كان بقالها بالظبط اسبوع ما غلتش فيها. شايفين اليومين اللي فاتوا كان شويه هوا وشويه تراب، قلت لا خليكي زي ما انت كده، خليكي يا غاليه زي ما انت، يعني ايه هشوف لك حل. اجيبها من يمين اجيبها من شمال، مش ملاحقه التراب اجيبه منين. هتشوفوا انا عملت اختراع دلوقتي، بس دوت لاصحاب القلوب الجامده، بس اللي بيخاف ما يعملهوش. حتى نفض الاول كده شويه. شايفين اللي بيرش دوت؟ هو ده الاختراع. انا عندي خرطوم كده بتاع ميه، نزلت بقى حطيته عندي حنفيه كده ينفع يتحط فيها خرطوم. نزلت بقى حطيته في الحنفيه ويلا. انت ما ينفعش معاكي ولا كنس ولا اي حاجه ولا تنفيض، هو الخرطوم هيجيب اخرك. عشان كده بقول لاصحاب القلوب الضعيفه اللي بيخافوا بقى بالكهرباء والكلام دوت بلاش. يعني نصيحه بلاش. بتخافي انت وعندك وسواسه انت لا انا ممكن اتكهرب، لا يبقى خلاص بلاش، اكنسي وامسحي عادي. بس اللي كان ينفع معايا في الليله ديت هو الخرطوم. مسكته بقى، بصي خلى البلكونه بصي اجدد من الاول. رشيت بقى على الجوانب كلها، ورشيت الكراسي والترابيزات والجدران. اهم حاجه وانت بترشي برضو تبقي لابسه مثلا حاجه في رجليكي، عشان برضو الكهرباء لا قدر الله. عارفه تفصلي الكهرباء عن البيت، افصليها. نزلي مثلا الكوبس اللي بينزل الكهرباء دوت بس على ما تخلصي. يعني برضو في نفس الوقت لازم ايه تامني نفسك. يعني شايفين انا برش اهوت، ببعد شويه عن بس الكهرباء اهو. انا بس الاول بفور، بس انتوا شفتوش لسه انا هعمل ايه. هرش بقى الكراسي دي كلها واظبطها. ايه يا مليك؟ صح النوم، تعال. مليك يا جماعه، انا يعني بص انا مش سحابه منها عشان اسجل الفيديو صحي بره. بس يلا بقى خلاص، انتوا خلاص خدتوا عليه. زي ما انتوا شايفين بقى اهوت الخرطوم مسكته بالجوانب كلها. هتعملي ايه بقى بعد كده؟ لا انا مش هسكت على كده. انا هجيب طبق واحط فيه شويه مثلا برسيل جل وشويه ميه، وهحط بقى فيه ايه، عارفين المقشه او فرشه الارضيه. هحط فيها بقى هطفي الميه دلوقتي، واحط فيها المقش او الفرشه بالبرسيل جل بالميه. وامسك ايه واغسل الجدران كده، يعني لان الميه بس لوحدها مش هتطلع بقى لو في لحوسه ولا حاجه، لا. ده انا جبت المقش، فصلت الفيديو وجبت المقش وقعدت اغسل الجدران جامد. الجدران كلها كانت مرغيه اريال. وقمت جايه بقى ماسكه بعدها الخرطوم ومش هطفى بقى كل ده. بصي كأنك دهنه لسه البلكونه. وانا بعمل الحمد لله الشرشوبه ديت اتكسرت. اسكت؟ لا مسكتش. وجبت اي حاجه زي فتله كده، قمت جايه ربطها ومصلبها. كنت انا خلاص كده بقى، يعني خلصت خلاص الغسيل الجدران، دوبك بقى ننشف الميه دي بس اللي بتاخد منك وقت. لان انت بتبقى لعبت كتير بالميه، يعني في كتير ميه اتهدرت يعني. كده كنت خلاص خلصت البلكونه ما شاء الله. رجعت الجدران زي بتلمع، والكراسي بتلمع، وكل حاجه ما شاء الله رجعت نظيفه وبتزيق من النظافه. قوم بقى كده يلا 5 حماسه كده ونخلص اللي ورانا. خلاص بقى ما عادش الا ايام بسيطه ان شاء الله، ورمضان يخلص والعيد يجي علينا على خير باذن الله. عشان كده يبقى يوم الوقفه كده بقى قاعدين بس بنصلي وندعي ربنا وخلاص، ونكون مخلصين شقتنا كده، ونبقى بنات شطاطير كده ومخلصين اللي ورانا. قلت بقى مشد الستاير عشان ايه تحافظ شويه على البلكونه، لان انتوا عارفين طبعا البلكونه دي اكتر حاجه بتتبهدل وبيبقى فيها تراب في الشقه. شديت بقى البلكونات كده وخلاص. خلاص بقى كده، خلاص خلصنا الدنيا الحمد لله. عايزه اقولكم بس اللي بيخاف من الكهرباء بلاش يلعب بالميه كتير كده زي حالاتي. بلاش بقى يلعب بالميه كتير كده زي حالاتي. وكل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. سلام، مع السلامه.